يومكم سعيد. اليوم رح أشارك معكم شوربة بثمار البحر. استخدموا المكونات اللي انتم بتفضلوها من ثمار البحر وجربوا هاي الوصفة. شوربة سريعة بدون فزلكات كتيرة وبدون خطوات كتيرة. الطعم ما بيتوصف قديش لذيذ. أول شي عندي بصلة رح أقطعها لمكعبات صغيرة. زي ما قلت لكم المكونات كتير سهلة والوصفة كتير سهلة. عندي حبة طماطم كمان مقشرة رح أقطعها لمكعبات، وهذا الشيء اختياري، يعني اللي ما بده إياه ما يضيف هاي العنصر يعني. بس أنا بحس إنها بتعطي هيك حموضة ومزازة للشوربة، بتخلي طعمها طيب ولونها مش كتير بيأثر بالشوربة يعني. وكمان عندي عود كرفس هيك قطعته رح أحتاجه برضو في المكونات. أنا استخدمت من ثمار البحر الجمبري أو الروبيان، قطعتهم أنصاص، لو حجمهم صغير خلوهم بحجمهم، لو بتحبوا إنه تفضل بحجمها خلوها يعني. وكمان كاليماري حقطعه برضو لمكعبات صغيرة أو متوسطة زي ما أنتم بتحبوا يعني. كل هاي الأشياء اختيارية. وعندي قطعة فيليه سمك كمان رح أقطعها، بس تأكدوا إنه ما في ولا شوكة ولا حسكة، لأنه أحيانا بيكون إيش يعني البياع عامل فيكو فخ، فبيكون في شوك يعني لسه في الفيليه. فتأكدوا كتير منيح، لأنه هاي شوربة يعني ما حدا حيقعد ينقي، إنه ما في ولا حسكة ولا شوكة بالقطعة الفيليه. وشو عندكم كمان مكونات ضيفوا يعني مش مشكلة، اللي أنتوا بتفضلوه ضيفوه. هلأ رح أحط معلقة كبيرة من الزبدة، رح أخليها هيك شوي تاخد من النار، ورح نبلش بإضافة مكونات ثمار البحر. أول إشي أضفته الكاليماري، لأنه هو يمكن أكتر إشي محتاج إنه ياخد بوقت على النار أكتر من الجمبري ومن فيليه السمك، فبعطيه دقيقة ونص أو دقيقتين قبل ما أضيف اللي بعده يعني. بعدين بضيف الجمبري، كمان بعطي الجمبري دقيقتين على النار يستوي. وآخر شي رح أضيف فيليه السمك ياخد كمان دقيقتين. وهيك إحنا بنكون خليناه يعني اللي قبله واللي قبله ياخد وقته الكافي بالنضج والاستواء. يعني أنتوا بتبين عليكم إنه هي استوت ولا لا. هلأ أضفت شوية كزبرة تقريبا معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من توابل السمك، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة ملح للمكونات اللحمات اللي عندي. بس يستووا كله، أتأكد إنه استوى، راح أرفعهم من على النار. خلص أنا ما بدي إياهم يستووا أكتر من هيك، علشان أبتدي بتحضير خليط الشوربة وتوابل الشوربة اللي حيكون فيها الثمار البحر. حنشيلها كلها ونرفعها عن النار. هلأ رح أحط معلقة صغيرة من الزبدة، ححط عليها البصلة وأخلي البصلة تدبل. ما تخلوا البصلة تاخد لون أو توصل لمرحلة الذهبي، بس تدبل يعني. أنا ما بدي كرملة للبصل تصير، البصل يستوي ويدبل بس. حزيد عليها معلقة صغيرة من الثوم المهروس، يعني ما يعادل 3 فصوص تقريبا. وكمان ما بدي الثوم ياخد لون، مجرد ما دبل خلص. رح أحط عليها معلقة من الدقيق أو الطحين، معلقة واحدة بس، كأنكم عم تعملوا يعني بشاميل. الدقيق رح يتقل لي قوام الشوربة. خلص أخلي الدقيق يتحمص مع الزبدة والبصل والثوم. مجرد ما تحمص هيك شوي ححط عليهم الطماطم المقطعة. وزي ما قلت لكم هاي فقرة اختيارية، يعني إذا ما بدكم تحطوها ما تحطوها، ما رح تأثر كتير، بس أنا بحسها بتعطي طعم لذيذ جدا للشوربة. وبعدين ححط عليهم 1.5 كوب من الماء الساخن، وأتركهم شوي هيك يتطبخوا مع بعض، الطماطم تطرى والبصل تطرى، يعني أبو كم دقيقة. ورح أحط عليهم مكعب ماجي. أنا استخدمت اللي بنكهة الخضار، بحس توابله هيك لذيذة. حطيت بعدين معلقة من الفلفل الأبيض وشوية هيل وشوية بهارات سمك، وحأنزل بالكرفس اللي جهزته بالمقادير. حاعطيهم تقليبي هيك على السريع، وبعدين أحط ثمار البحر
اللي أنا كنت مطلعاها بميتها بكله حأنزلها على الشوربة. علشان تاخد من طعم البصل والثوم بعطيهم تقليبة بسيطة، وبعدين حزيد عليهم 1.5 كوب من المي المغلية و2 من كريمة الطبخ. لو ما عندكم كريمة طبخ، لو في علبة قشطة ممكن تخفقوها مع 1 كوب مي وتضيفوها، أو 1.5 كوب من المي، حيعطيكم نفس النتيجة تقريبا يعني، بس الكريمة حتكون أسهل. وخلص خلوها تغلي يعني أبو 4 دقايق 3 دقايق كتير مناسب يعني، بس الكريمة تغلي غلوتين 3 وخلاص هي هيك صارت جاهزة. حتحطوا لها الفلفل الأسود، وكمان حنحط زنجبيل بودرة آخر شي، ونعطيها كمان تقليبة، وهيك بتكون شوربتكم صارت جاهزة للتقديم. ولا أسهل، وطعم روعة زي يعني أحلى من المطاعم كمان. هي كانت وصفة اليوم، شوربة ثمار البحر. لو عجبتكم الوصفة بتمنى ما تبخلوا علي بتعليق تشجيعي ولايك، وإنه تقولوا لي تقترحوا علي بعض الوصفات اللي بتحبوا إني أشارككم طريقتي فيها، عشان يعني نتشارك خبرات بعض. وطبعا تعليقاتكم المشجعة كتير كتير بتفرحني وبتكبر قلبي قد ما تتخيلوا. وبتمنى كمان من اللي بيجرب الوصفات يكتب لي بالتعليقات رأيه فيها وبطريقة تنفيذها. هذا كل شيء لليوم، استودعتكم الله حتى ألقاكم بفيديو جديد. مع السلامة.